جبنا لكم دي، يلا نحولها لكم. كل دول احلى صواني قرع عسل. طبعا هتاكلوها دافيه وهتاكلوها ساقعه عشان الحر اللي احنا فيه ده، حاجه مغذيه للاطفال وللكبار، وبجد طعمها تحفه. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. عشان هنقطع بقى القرعه. هي ليه سموها قرع؟ هو اسمها قرع عسل. طب وخلوا الراجل يقطعها لكم احسن. بس هي على فكره الحته الصعبه اللي هي اللي فوق دي. في ناس بتشتري بالكيلو، يعني بيقطعوه بيقسموه كيلوهات. بس انا بحب الواحده المغلقه كده على نفسها، افتحها انا بنفسي، مليانه لب اهي. الفكره جميله قوي، ما انا قلت لك جميله. نبدأ ايه، ننظف اللب اللي جوه ده كده. هو تقشيره رخم حبتين بس يعني ايه. لو انتوا اللي هتقشروه ما تشيلوش قشر تخين قوي، يعني مكعبات كبيره كده الحجم ده كده. بعد ما قشرناه وقطعناه بقى بالشكل ده، ممكن تسهلوا على نفسكم كل وجع الدماغ ده وتشتروه جاهز متقطع. هنحط عليه كوبايه كبيره سكر، خليناهم كوبايه ونص كوبايه ونص. هنضيف عليه حوالي نص كوبايه ميه، كوبايه الا ربع كده. بسم الله. هنحطه على النار لحد ما نوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. وبعد ما اتسلق ووصل لدرجه السلق اللي هنوريها لكم دي، الاول نطلع حتتين كده، وعشان نطفي عليه احنا محتاجينه بالشكل ده. المهم ان تقريبا يبقى سواء، يعني شبه البطاطا كده. والمعلوماتكم بقى ان في ناس بتاكلوا كده خصوصا الاطراف كمان وبيحطوا عليه قشطه. هنجرب. فانا هجرب من غير قشطه، بس هنا خلي بالك في مصر بيعملوه مهلبيه برضه. بس هو انا بحبه بالطريقه دي اكتر، قريب للبطاطا يا مؤمن. نوريكم بقى هنعمل ايه. هناخد كميه كده ونصفيها من السوائل، ودوسوا دوسه حلوه كده، يعني ما يهمكوش. عايزين بصوا تاكدوا ان صفينا كويس. ننزل في الصينيه بتاعتنا، ومش بتصفوه بتعصروه، يعني هو بس بننزل منه ميه زياده، انما هو بيبقى فيه سوائل عادي. ولاحظتوا ان احنا ما دهناش الصينيه اي ماده دهنيه. السوائل اللي فيه دي مؤمن الحلويات اللي انا بحبها. بسم الله. هنفرد بقى كده في الصينيه. طبقه سميكه رفيعه، كل واحد حسب ذوقه. مش هنقدر نقول لكم اعملوا ايه بالظبط، بس اعتبروه بطاطا، يعني انتوا اعتبروه بطاطا. ايوه انا بحبه اكتر من البطاطا. هو فعلا احلى من البطاطا في طريقه البشاميل. لو انتوا عيله صغيره اعملوا صينيه واحده بس. هقول لكم على حاجه، احنا ممكن نعمل 3 4 صواني. احنا بنحبه قوي. القرعايه اللي احنا جبناها دي كانت 3 كيلو وشويه. قرعايه يا مؤمن. تقيريني عشان انا كمان قرعايه. عرفتوا ان احنا عيله متنمره، مش لوحدي المتنمر. ذمتك انا متنمره؟ وده ايه ده؟ كان ايه ده؟ تنمرايه صغنونه. يعني اقول لك على حاجه، الصينيه لو مليانه تاخد حوالي كيلو كيلو وربع. احنا بنعمل الصينيه الحجم ده. شوفوا انتوا عاوزين تقللوا شويه تزودوا براحتكم. ده لو عشان هتشتروه جاهز متقطع هيبقى حوالي كوبايتين من ميه السلق. حطينا كوبايه ميه واحده بس، هو عشان بينزل سوائل كتير، وطبعا احنا محتاجينهم، فاوعوا حد يرميهم. هنضيف عليهم كوبايه زبيب وكوبايه جوز هند. يا دوب هننزل عليهم بربع كوبايه سكر. وما تنسوش ان احنا كنا حاطين سكر على القرع، فاحنا يعني قللنا السكر عشان كده كده هي الميه مسكره. ايوه هنستخدم الميه بسكر. هنضيف عليهم كيلو لبن. بسم الله. في طاسه هننزل ب4 معالق سمنه، وقصاد كل معلقه سمنه معلقه دقيق، فهننزل ب4 معالق دقيق. اول ما لون الدقيق يفتح هنشيله من على النار وهننزل بيه على اللبن بتاعنا على طول. وهنضرب بسرعه عشان ما يكتلش. احنا عايزين القوام بتاعه بالشكل ده، يعني بصوا مش خفيف قوي ومش تقيل، بتاع البشاميل العادي. احنا ما شاء الله الكميه عملت معانا 3 صواني، يعني صينيتين ونص. صينيتين وربع. هنبدا نحط البشاميل بتاعنا، وزي ما اتحكمنا في السمك بتاع القرع برضه هنتحكم في سمك البشاميل بتاعنا. اللي حبه تخين تمام، اللي حبه رفيع تمام. ماليش تقل على واحده واحده، انا بحب ادلق. ادلق لك بالحله ادينا ادلق على طول. وعايز تدلق بالحله ادلق. احنا بنحب راقب بشاميل يعني رفيع الى حد ما مقارنه بالقرع. وده الشكل النهائي بتاعها. ده بشاميل بالبتاع. بصوا التخن البشاميل قد ايه. ده بشاميل بالقرع، مش قرع بالبشاميل. على الفرن على طول لغايه ما ياخد لون وخرجه. هو القرع من تحت مستوي، يعني انتوا ممكن تخلوه بس 10 دقايق في الرف اللي في النص، وبعد كده تشغلوا عليه الشوايه ياخد وش جميل كده ونطلعه. بسم الله. بص يا ماما هو سخن واحنا ايه، والدنيا حر يا مؤمن. مش هنستنى نبرد، بس هدوء. بدي دوق يعني بدي دوق. هو انت بص، هو عامل التصوير حجه عشان يدوق. يلا ندوق. انا هدوق انا عقبال انت ما يلا هتاخد وقت. يلا ندوق. بسم الله. كل واحد يدوق بمعلقته ولا ايه؟ كل واحد هيدوق بمعلقته. دوق معلقتك. بسم الله. بص المعلقه دي جنب المعلقه دي. الحراره عاليه جدا، لازم يبرد. هو اساسا جماله الصراحه وهو ساقع، وعليه حته ايس كريم كده. انت تعبان في دماغك. انت تعبان في دماغك. ركزوش مع مؤمن يا جماعه، ركزوا معايا.
اقسم بالله طعمه جامد قوي هو من الحاجات الخفيفه جدا، مش اللي مليان مثلا سكريات خالص. فانتوا تخيلوا ان ال3 صواني دول معمولين بكوبايتين سكر، يعني هو فعلا سكره قليل جدا جدا جدا. عكس صينيه واحده من الحلويات الشرقي ممكن تتعمل نهار أبيض. بكوبايتين السكر نفسهم، غير كميه السمنه الكبيره جدا. بصوا هو جميل جدا، خفيف قوي، مم. طعمه حدوته احلى من البطاطا بالبشاميل. بيكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبه. ايوه طبعا، عليه افضل الصلاه والسلام. عايز افضل السمنه. ننصحكم بجد بجد انكم تجربوه قبل ما الموسم بتاعه يخلص. خلاص هو بيخلص، هو في اواخره خلاص. فالحقوا انجزوا واعملوا صينيه كده، جربوه وجربوها هتدمنوها. ودمتم سالمين والى اللقاء. في رعايه الله.